في عالم اليوتيوب في ناس بتطلع تعمل محتوى وناس بتطلع تعمل ضجيج، لكن ضيف حلقتنا النهاردة كان حالة مختلفة. صانع محتوى الناس حبت طريقته ووقفت معاه وبقى ليه جمهور بيدافع عنه، لكن فجأة لقيناه في قلب معارك وتراشقات خلت اسمه يتقلب من محتوى الجدل، وبين يوم وليلة اختفى، لا فيديوهات ولا ردود ولا حتى ظهور. ناس قالت خاف وناس قالت اتظلم وناس قالت الحقيقة لسه ما اتقالتش. النهاردة هنفتح الملف اللي اتقفل وهنسأل الأسئلة اللي الكل مستني يسمع إجابتها. ايه اللي حصل فعلا وليه انسحب وهل ممكن يرجع تاني؟ معانا ومعاكم أخونا شادي الرفاعي. ايه الحاجة اللي نفسك تقولها لمتابعينك دلوقتي لكنها كانت صعبة تقولها وقت الانسحاب؟ الحاجة اللي عايز أقولها لمتابعيني إن هم وحشوني أكيد، وعارف إن في ناس كتير إحنا بنتواصل مع بعض في الخاص، لكن في ناس كتير مفيش ما بيننا تواصل برايفت يعني. وحشوني جدا، لكن ما كانش في حاجة صعبة إن أنا أقولها وقت الانسحاب يعني. يمكن مثلا فكرة إن أنا أقول لهم ابعدوا عن المستنقع ده، أو خدوا منه، لو أنتوا عايزين تبقوا موجودين خدوا منه الحلو بس. مش لازم تتابع مشكلة، مش لازم تدخل في حوار، مش لازم تدخل في خناقة، مش لازم تبقى مؤيد لطرف ضد طرف. مش لازم ان انت تبقى كده، خلي الموضوع انا داخل اتبسط وخلاص. يعني ده اللي ممكن تبقى نصيحة مثلا ان انا عايز اقولها لكل متابع، حتى مش متابعيني بس، او الناس الاصدقائي، يعني مش هعتبرهم متابعين، اكيد هم اصدقائي واخواتي. كل اللي موجودين على اليوتيوب، خد الحلو بس من اليوتيوب، اتسلى، اتبسط، اتكلم، اتعرف على ناس، آه، اسمع عن حاجات جديدة او اتعلم حاجات جديدة. انما موضوع انك تراشق وفلان، وبعدين هي كلها، كل اللي بيتراشقوا كلها شخصيات تافهة في النهاية يعني. مش شخصيات هتأثر في المجتمع، مش هتحدث من الامر شيء، مش هتغير حاجة. فالواحد لو عايز يتفرج على خناقة يعني، او يتفرج على تراشق، او يتابع احداث، طب ما يتابع السياسة بقى اللي مبهدلانا الفترة ديت، والله اعلم احنا دخلنا الحرب العالمية الثالثة ولا ايه الدنيا. يعني هي ده اللي انا كان ممكن اقوله لمتابعين اليوتيوب عموما. لو رجع الزمن لمرة واحدة قبل كل التراشقات، ايه اللي كنت هتعمله بشكل مختلف؟ ما كنتش هغير حاجة حقيقي يعني. لو الزمن رجع قبل التراشق ما كنتش هغير حاجة، لان الحمد لله يعني ما انا مش بتراشق، انا مش بقل ادب على حد. وان كنت شتمت حد مثلا مرة او مرتين او حاجة، فهي بس عشان اعرفه ان كل الناس بتعرف تشتم، كل الناس بتعرف تحرق الدم بالاهل، وكل الناس بتعرف يعني الحمد لله ما خدناش في اعراض يعني. ولكن كل الناس بتعرف تشتم، مش شطارة ان حد يقعد يشتم حد، مش شطارة ان حد يقول للتاني امك وابوك واهلك وعرضك وشرفك وبتاع الكلام ده كله. لا يعني مش ندمان على حاجة او عايز اغير حاجة، او في حاجة عايز اعملها مثلا بشكل مختلف، لا خالص. الحمد لله انا راضي عن التجربة آه، بشكل كويس جدا. مش راضي عن الاحداث ومش راضي عن التفاصيل، لا انا راضي عن وجودي، وراضي عن مواقفي اللي انا خدتها طول الفترة اللي فاتت. انا قعدت على اليوتيوب سنين طويلة، وربنا لا يرجعنا يعني. الحمد لله الواحد احسن كتير دلوقتي. بس انا راضي الحمد لله، مش ندمان على حاجة يعني. الحمد لله يعني، حتى وان كنت اخطأت في حد يستاهل ان هو، او يعني ما يستاهلش ان انا اغلط فيه، فالحمد لله هو راضي واعتذرت والكلام ده كله الحمد لله يعني.